يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يسعد لي مساكم وكل اوقاتكم صبايا، كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير. رجعت لكم بفيديو جديد، بس ما ننسى اول شي نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنسمي بسم الله ومنبلش مع بعض. طبعا اول شي راح احكي لكم، انا شوي مرضاني ومتغير اكيد صوتي. جربت قريب تقيل، الله لا يرويكم. الله هيك يشفيني ويشفي كل مريض يتألم يا رب. ما بنقول غير الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على الصحة والعافية. هلا هيك مثل ما لكم شايفين، سويت هيك قهوة عند الصبح، بعدها سويت الفطور، فعملت مامونية وجنبها الجبنة شي بشهي القلب. وبعد ما فطرنا والحمد لله رب العالمين، مثل ما بتعرفوا دخل الصيف علينا وجاي كمان العيد، كل سنة وانتو سالمين. فهيك بتعرفوا يعني تعزيل وغسل سداج وحرامات، يعني حوسة نضيفة للبيت. فالله لا يرويكم، يعني هيك شوية جو عم يتغير عنا. عدى علينا جمعتين شوب كتير، بس سبحان الله نهار بدي اغسل فيه السداج، يعني مع انه يعني بالنهار كان في شوب يعني شمس مثل العادة، بس بالليل قلب على هوا وبرد، وما حسيت الا بنص الليل اجتني بردية يعني على السوا. فصحت للبنات وغطوني هيك بالحرامات، الله لا يرويكم. بس الحمد لله رب العالمين. الله هيك يخلي بناتكم ويخلي ولادكم يا رب. بحمد ربي عندي بنات صبايا، والحمد لله بناتي يعني معودتهم ايدي بايدهم بالشغل. يعني مو بكل الأحيان مثلا أنا بساعدهم، بس مثلا بالشغلات الضرورية، مثلا غسل سداج، غسل حرامات، يعني الشغلات الكبيرة بقدر إني أساعدهم فيها بس. أما مثلا شغل البيت، الجلي، التنظيف، هيك شغلات أكتريتها يعني البنات بيشتغلوا، أنا علي بس الطبخ. هلا هيك مثل ما لكم شايفين خلصت المامونية، مثل ما قلت لكم كان هذا فطوري لليوم. فحبيت اني يعني اسوي لهم مامونية، نحن كل جمعة بنسوي مامونية كتير كتير طيبة وبنحبها. هلا هيك يعني هاي المامونية بنحط فوقها قشطة، بس انا ما كان متوفر عندي القشطة، فحبيت اني احط على الوجه جبنة، جبنة مشللة. وهون بعد ما فطرنا ابو محمد نزل على السوق وجاب لي شوية اغراض وجاب لي فول. حبيت هيك اسوي لي اكلة فول تازاية، عن جد كتير طيب. وخليت بالبراد شغلت هيك طبختين بس للشتوية، يعني واحد بالشتا بيحتار ايش يطبخ. كتير طيب هو والبازيلا، وحطيت كمان بازيلا وان شاء الله الفيديو رح انزله. طبعا بالنسبة للبازيلا والفول انا لا بيبسهم ولا بغليهم بمي وملح ابدا، فورا هيك من بنضفهم بعبيهم بكياس وبحطهم بالفريزر. يعني جربت التيبيس وجربت الغلي بالملح، يعني عن جد بتعطي البازيلا صفار، وحتى يعني بحس انه طعمتها تتغير. فبلشت اني اساوي هاي الطريقة اللي قلتلكن عليها هلأ. طبعا اخدت هاي الطريقة من امي، يعني قالت لي مثلا يعني اذا نضفتي البازيلا او الفول فورا بتعبيهم بالاكياس وبتحطيهم بالفريزر، يعني عن جد بضل على لونه، وحتى انه طعمته ما بتتغير ابدا. هلا هيك مثل ما نكون شايفين طلع عندي 3 طبخات. طبخة طبختها رز وفول، وهدول حطيتهم بالفريزر.
وبعد ما خلصنا انا والبنات شغل الفول قمنا هيك لنغسل هالسداج. مثل ما قلت لكم كان نهار كتير كتير شوب عن جد، بس بالليل تغير كل الجو، يعني صار هوا وبرودة عن جد، لهيك يعني مرضت قربت الله لا يرويكم. هلا هيك مثل ما لكم شايفين حطيت السداج هيك كله فوق بعضه وكله بعبيه مي، بتشتشه بالمي والدواء غسيل، بخليه لمدة نص ساعة لحتى هيك يحلحل على بعضه، وببلش بقى افرك وحدة ورا وحدة. طبعا انا هون الكلور ابدا ما بستخدمه لانه بيعمل لي حساسية، وفي كتير منظفات يعني غير الكلور بتقدروا انه تستخدمون. هلا في مثلا مثل الجيف العملاق، يعني انا من عند صابتني حساسية من الكلور ما رجعت فوتته عبيتي ابدا. هلا هيك مثل ما يكون شايفين عم بحط عليها الدواء غسيل اللي انا حطيته نقعته بالمي، وبعد ما بخليه هيك شغلة نص ساعة حتى هيك يتشتشوا على بعضهم يحلحل كل الوسخ، ببلش اني افركن. عن جد يعني من الصوبات الله لا يرويكم، هون عنا الصوبات على الفحم، فكل شتوية يعني بنرتاغ من الشحاوير الله لا يرويكم. هلا هون بنفركن على الوجه والقفا طبعا بمساعدة بناتي. وهون كل ما بغسل سداجة طبعا دورين ثلاثة على القفا وعلى الوجه بكتكت هالميات وبمسح بالمساحة حتى اقشط كل المية الوسخة. شوفوا إذا ملاحظين المي كلها حلحلت على السداجة التحتانية، المية الوسخة الله لا يرويكن على هيك شحاوير. يعني هاي أكتر شي أكلت مني شغل، ليش؟ لأني تحت الشي وحلحل كل السداج عليها. وبعد ما خلصنا غسل السداج عملت هيك كمان حوسة نظيفة للبيت، بس أنا ما حبيت إني هيك أطول الفيديو أكتر من هيك، فدخلت على المطبخ وسويت رز بفول عن جد كتير طعمته طيبة. هلا هيك مثل ما لكم شايفين حطيتلي شوية زيت وقليته هيك تقلاي، ما كترت كتير لأني بدي أحط دهنة، يعني هو بتجي طعمته كتير بالدهنة، فهيك قليته شوي. بعدها بضيف له المي وحطيت له كمان ماجي، طبعا الماجي اختياري بتريدوا تحطوا بتريدوا لا، بس انا هيك بحب انكهه تطلع طعمته كتير طيبة. وهون بعد ما استوى شوفوا ما شاء الله كل حبة واختها اللهم صل على سيدنا محمد، بقلي الدهنة
بحطها فوقه. عن جد يعني بالدهنة بتطلع طعمته كتير طيبة. طبعا مو متوفر عنده الدهنة، فيه انه بالزبدة او بالسمنة، بس بالدهنة بتطلع طعمته اطيب. لكل حدا وصل لهون بالفيديو، فضلا منكم لا تنسوني باللايك. ربي يسعدكم ويريح بالكم يا رب. وشكرا إلكن، ولكل حدا دخل لعندي جديد يا ميت أهلا وسهلا فيه، نورتوني وشرفتوني. هلا هيك رشيتلي رشة خفيفة من البهار وفلفل أسود. صلوا على النبي بالتعليقات، ونورتوني وشرفتوني. برجع بقولكم وبشوفكن في فيديو جديد إذا الله راد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.